10 باكات بقى بلس 100 ان شاء الله، ونشوف الكلام على ايه. بسم الله بسم الله، احنا وصلنا اوفر 108 من قبل ما نفتح ولا باك توتي لسه لحد دلوقتي. تعالوا نصلي على النبي ونشوف لعيب ايطالي ال بي احنا معانا ال بي اعتقد مش عايزين ال بي. بسم الله 104 ال بي، اول لاعب في الفيديو اوفر 104 ال بي يا جدعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عمر لوكا في فيديو جديد. طبعا النهارده حدث التوتي، طبعا النهارده تفجير باكات ب 25000 جوهره، ولكن غير ان احنا نفجر الباكات هنخدم حدث الرعد، هنخدم لعيبه ب 102 بلس. ولكن تعالوا نصلي على النبي ونبدا الفيديو ونشوف اصلا الصفقات بتاعتنا، ونشوف اصلا من اوفر 105 هنوصل اوفر كام بعد ما جبنا 3 صفقات. اعتقد ان هم نار نار نار. تعال نشوف الكلام على ايه. هقول لك سر ان انا جبت ال3 صفقات ديت، واقول لك ازاي تلعب باحسن خطه بعد اخر ابديت في فيفا، وازاي نشوف النهارده هنبقى من اوفر 105 لاوفر كام. ولكن تعالوا نصلي على النبي ونخش نختم حدث الرعد بتاعنا. وطبعا نشوف 3 صفقات: سي دي ام 107، ال ام 107، ار ام 107. اعتقد في ناس عرفت انا عامل انهي خطه بعد ما جبت 3 صفقات بمليار و100 مليون كوينز. ولكن طبعا انا بعت رافائيل لياو ال دبليو، وبعت السي ام، بعت لاعبين بس مليار كوينز، جبت قدامهم 3 لعيبه بمليار و100 مليون كوينز. تعالوا نصلي على النبي ونخش النهارده نشوف حدث التوتي. هنختم حدث التوتي، هنفتح باكات ب 20000 جوهره، او بالعكس وب 25000 جوهره. ولكن تعالوا نصلي على النبي ونخش نختم حدث الرعد مع بعض. هناخد لعيبه 102 بلس، هخليك تاخد 3 نسخ مسكرانه مع بعض. هقول لك ازاي تختم حدث الرعد، عشان طبعا هو هينتهي بعد بكره، بعد حاجه و30 ساعه تقريبا، او بعد 48 ساعه بالكتير. وتعالوا نصلي على النبي ونشوف. الاول برضو هناخد 2000 جوهره، عشان دول هيساعدونا في الباكات اللي هنروح نفتحها دلوقتي باكتر من 25000 جوهره ان شاء الله. هنختم بقى حدث التوتي، نفتح بقى 10 لعيبه توتي كده من اول يوم. ولكن تعالوا نصلي على النبي ونقفل بقى حدث الرعد. وهنا لعيبه من 102 ل 105، وادي اول نسختين مسكرانو معانا، عشان معانا 3 نسخ مسكرانو تاني في الفيديو. هوريك ازاي تاخد 5 نسخ مسكرانو من حدث الرعد. بس تعالوا نصلي على النبي نخش في الفيديو بتاعنا، ونبدا الفيديو بالصلاه على النبي بلعيب اسباني ال ام من ريال مايوركا. الفارو جارسيا، لعيب اوفر 100 مش مشكله، حلو. تعالى بقى ناخد لاعبين نسختين ماسكرانو فري، وناخد لعيب من 102 ل 105، عشان النهارده تفتيح الباكات كلها هتكون بلس 100 وبلس 101 ان شاء الله. وادي اول نسختين ماسكرانو في الفيديو، ولعيب هنا بقى من 102 ل 105، وانا حاطط املي على الباك دي صراحه، اتمنى يطلع لنا حد حلو. تعالوا نصلي على النبي بقى ونبدا اول باك جامده جدا في الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. لعيب من ويلز ار دبليو، جارس بيل ده ولا توتنهام؟ مين ده؟ جونسون ار دبليو 102. يعني بصراحه الحظ ما اعتقدش ان هو حلو نهائي، ولكن احنا هنستخدم اللعيب ال 102 ده، ماشي. هنستخدم اللعيب ال 102 في المقايضه دلوقتي، واللعيب ال 103 في المقايضه. وهوريك بقى ازاي دلوقتي، زي ما قلت لك، تاخد 3 نسخ ماسكرانو وتاخد هدايا ثانيه كتير طبعا، زي ما احنا شفنا. احنا هنا قلنا عايزين ايه؟ عايزين لعيب تاني يمكن يطلع لنا حد حلو نحطه في المقايضه ايضا. بسم الله بسم الله بسم الله. عايزين نختم النهارده حدث الرعد. بصراحه لعيب من فرنسا ار ام 97 مش مشكله. تعال بقى نصلي على النبي ونخش بقى في المقايضات، عشان طبعا زي ما طلع لنا اعتقد ال دبليو بتاع مانشستر سيتي دوكو في مره اوفر 103، وطلع لنا لعيبه اوفر 102. طبعا احنا هنحط دوكو هنا، وطبعا هنعمل تبديلات جامده جدا في الخطه. ولكن تعالى بقى نصلي على النبي ونخش اوريك ازاي بقى تجيب 3 نسخ ماسكرانو، تجيب حاجات تانية كتير جدا هنا من المقايضات دي. طبعا احنا بعد ما عملنا المقايضه دي زي ما قلنا هنخش ناخد اول نسخه ماسكرانو هنا، او نسختين ماسكرانو ب 100 نقطه، نسختين ماسكرانو. وادي نسخه، عايزين نجيب نسختين ماسكرانو. اعتقد عايزين نجيب 3 نسخ، وادي دي اول نسخه. احنا كده جبنا نسخه، تاني نسخه، وادي تالت نسخه هناك ب 30 نقطه بس. طبعا المقايضات دي اصلا في 100 نقطه فري اديتها لنا اللعبه مع كوكا، مع الاوفر 103 اللي هو كان هديه. فاحنا زي ما احنا شايفين ب 130 نقطه بس جبنا 3 نسخ ماسكرانو. طبعا الكلام على جمدان. طبعا احنا بنحضر، عايزين نروح نفتح اللعيب. عايزين نروح نفتح مين؟ غير كده احنا عايزين نخش بقى على الاوفر 103، بما اني ما عنديش غير ار بي اوفر 100 ارنولد ومخليه 103، فاحنا ممكن نجيب ار بي 103 زي ما احنا شايفين بكام؟ ب 230 نقطه. طبعا تعالى نشوف كده احنا معانا مين نحطه في المقايضه، وهنكمل ال 230 ولا لا. 115 هنا معانا 30 نقطه، معانا 30 نقطه، 30 واحنا اصلا معانا كام؟ 30 واحنا معانا 120 و30 يعني 150 ومعانا اعتقد هنا 25 نقطه، يعني 175 ومعانا هنا كام؟ معانا هنا 30 نقطة 205. وهنشوف هنجمع ولا لا، نجمع نجيب الار بي 205. وادي هنا كام نقطة؟
210 نقطه بس. يعني احنا ممكن نفتح الار بي كده او بكره او بعد بكره او ايا كان، مش عايزين نضيع الفيديو على الحدث الرعدي، بس اعتقد الحدث الرعدي يعني احنا يعتبر ختمناه. وقبل ما نخش بقى نفجر الباكات، عايزين دلوقتي نبقى اوفر 100 احنا كام؟ احنا اوفر 105. عايز اوريك بقى الخطه دي. طبعا نشيل بقى كل الدكه كده بالصلاه على النبي كده من الاول. عايز اوريك التبديلات اللي احنا هنعملها، هنوصل اوفر كام مبدئيا كده. بس احنا عايزين نجيب المهاجم ال 108 نحطه، السي دي ام ال 107 نحطه، من 105 بقينا 106 ماشي. وكوتشا الار ام نحطه، ماشي. عايزين باريس ال ام نحطه، من 105 ل 108 بثلاث صفقات بس. يعني انا اصلا بعت ال دبليو وبعت السي ام وجبت ثلاث صفقات قدامهم زي ما شفنا، وصلنا اوفر 108. عايز اقول لك الخطه دي من احسن الخطط اللي في اللعبه، اللي هي 4 1 2 1 2 محافظه. طبعا ليه من احسن الخطط اللي في اللعبه؟ اول حاجه عشان السي دي ام زي ما شايفين، جاب سي دي ام اوفر 107 ب 330 مليون، جايبين ار ام وجايبين تقريبا ال ام واحد برده ب 330 وواحد ب 430 مليون. ثلاث صفقات بمليار كوينز خليني من 105 لاوفر 108. طبعا احنا لسه هنرجع للخطه ولسه هنعدل في الخطه، ولسه هنخلي لوسيو اوفر 107، ولسه هنجيب ار بي ان شاء الله 103 نخليه اوفر 106، وفي حاجات ثانيه كتير جدا هتحصل. ولكن تعالى نخش للحدث الرئيسي بتاعنا هو التوتي. ولكن قبل ما نخش ايضا بقى، طبعا باك الاكسترا تايم ايضا اتحصل فيها ابديت وبنجمع، وهنفتح باك الاكسترا تايم مع بعض، هنفتح حاجات كتير جدا مع بعض. ولكن تعالى نصلي على النبي ونبدا بقى الفيديو بباكات باكات. طبعا دي اول باك بتتباع عندنا ب 4000 جوهره في حدث التوتي. طبعا النهارده بقى هنفجر كل الباكات بقى بتتباع ومش بتتباع، وان شاء الله لعيبه حلوه كتير. وادي لعيب اسباني ال ام بسم الله من اسبانيول. مين لعيب 97 بيتباع ملوش اي لازمه، مش مشكله. تعال بقى نخش بقى على الباكات اللي هي بلس 100 وبلس 101 والجمدان دوت. اول باك كده من 101 ل 107. تعال بقى نصلي على النبي ونشوف، عشان النهارده نفتح باكات 10 باكات بقى بلس 100 ان شاء الله، ونشوف الكلام على ايه. بسم الله. احنا وصلنا اوفر 108 من قبل ما نفتح ولا باك توتي لسه لحد دلوقتي. تعال نصلي على النبي ونشوف. لعيب ايطالي ال بي احنا معانا ال بي اعتقد مش عايزين ال بي. بسم الله 104 ال بي، اول لاعب في الفيديو اوفر 104 ال بي يا جدعان. ال بي 104. احنا ان شاء الله هيطلع لنا النهارده لعيبه جامده جدا جدا جدا. يلا بسم الله نصلي على النبي نشوف طاقات ال بي ال 104 مليار 400 240 كوينز. 104 ده احنا ممكن نخليه مبدئيا 107 اصلا و108 ايضا، ونحط مكان الفونزو ديفيز. ولكن ديفيز طبعا جامد جدا، ولكن هنشوف الطاقات وهنقارن الطاقات وهنطور الخطه تطور تام. طبعا معانا يجي 20 نسخه ماسكرانو، واخدين بس واخدين دلوقتي 5 نسخ ماسكرانو في اول الفيديو، ولسه هوريك تاني حاجات تانيه كتير وباكات تانيه كتير. تعال نصلي على النبي ونشوف. طبعا اعتقد فكك بقى، انا اقول لك نصيحه، فكك من كل دوت. احنا بس ممكن نسيب 3000 جوهره عشان عايزين لعيب هنا بلس 100 عشان نروح نجيب الار بي اللي قلنا عليه. طبعا نسيب ال 3000 جوهره دلوقتي ونخش، او اقول لك تعالوا نفتح الباك دي 3000 جوهره، بعدين نخش نفتح 4 لعيبه من حدث التوتي تاني. تعالوا نصلي على النبي بس ونشوف اللعيب دوت مين. ان شاء الله يطلع لنا حد حلو هنا، بعدين نروح نجيب الار بي اللي احنا عايزينه كمان، وبعدين نفتح 4 لعيبه من حدث التوتي. لعيب ايطالي تاني سي اي ام. مين اوفر 100 بس. مالديني اوفر 100 مش مشكله. عامه احنا كده عايزين اوفر 100 هيدينا 10 نقط ولا كام نقطه. هنبدا نجيب ايه اللعيب اللي احنا عايزين نجيبه ال 103. تعال بقى نصلي على النبي ونفتح تاني باكات. طبعا احنا زي ما شفنا حظنا ما كانش حلو في الباك اللي بتتباع، ولكن حظنا كان حلو هنا طلع لنا لعيب 104. تعال بقى هنا نشوف، يعني بص نشوف 4 5 لعيبه حلوين كده ونفجر يعني نفجر اللعيبه بجد، نفجر اللعيبه ونشوف الكلام على ايه. بسم الله نشوف الكلام على ايه. 5 لعيبه هنا. بسم الله 5 لعيبه من حدث التوتي بلس 100. لعيب ارجنتيني سي اي ام من روما، اعتقد ده باولو ديبالا اوفر 100. يعني ده احسن واحد فيهم ولا ايه؟ ما تقوليش باولو ديبالا. تعال نكمل الفيديو. ايه الحظ ده 3 سيمون ال دبليو. ايه يا جدعان هعمل ايه انا ب3 سيمون ال دبليو؟ طبعا اللعيبه دي عشان نكون متفقين احنا هنعمل بيها، مش هعمل حاجه، لا انا هعمل حاجات بسيمون ال دبليو وبرانتد وكل اللعيبه دي. تعالى اقول لك هنعمل بيها ايه لما نخش على الحدث الرئيسي بتاعنا. في مجهودات جامده جدا بعيدا عن ان احنا بنجمع طبعا لحدث
بعيدا عن ان احنا بنجمع عشان حدث التوتي. طبعا عايز لعيبه توتي كتير جدا بلس 98 وبلس 100. تعالى بقى نشوف ازاي، ونشوف المقايضات، ونشوف لعيبه الايكون، ونشوف الكلام على جمدان هنا. ولكن تعالى الاول، طبعا دي الحدث الرئيسي. لو دخلت كده نخش على الحدث من الاول. بتخش على المين، طبعا هتاخد اول حاجه فري عادي اللي هي الهديه الفري اللي بتديها لنا كل اسبوع مثلا، وهي اول حاجه هنا اعتقد 100,000 كوينز. ايوه. بعدين هنخش تاني اوهو، ده بيقول لك بلاي وهتاخد هالاند 105 اس تي. هالاند 105 اس تي معانا، ومعانا لعيب تاني 103 سي دي ام، ومعانا 103 ايه الجمدان دوت. ومعانا نسخ ماسكرانو. انا لسه فاتحها معاكم دلوقتي انا ما شفتش الكلام ده. يعني انا هاخد 105 اس تي هالاند، ممكن تخليه 108 و109. دي حاجه كده جامده جدا بالنسبه لكل الناس اللي في اللعبه مبدئيا. هالاند 105 طبعا. ايه الجمدان ده، ايه الجمدان ده. اوه رجليه 5 و4 113 بدن. يا نهار ابيض، ما هالاند بياكل كبده نيه مع حقه 101 دريبلينج، 117 شوت، 108 سرعه، رجليه 4 و5 4 سكيل. ما شاء الله على الجمدان اللي هيحصل في الحدث. طبعا تاني حاجه بنخش في الحدث بعيدا عن الكلام دوت اللي احنا هنلعبه وناخد هالاند وناخد لعيبه جامده جدا. تاني حاجه هو بيقول لك روت تو ايكون. عايز اقول لك ان انا جربت العب الثلاثه عشان اشوف نقطه معينه. طبعا الهديه واحده اللي بتاخدها، لا اما ال 300 نقطه دول، لا اما ال 200 نقطه دول، لا اما ال 150 نقطه دول. طبعا بتلعب وبتاخد اعلانات وبيطلع الهدايا معانا زي ما احنا شايفين هنا. هوت الهدايا، يعني لو شفنا مثلا نجرب الهدايا، في نسخ ماسكرانو وفي جواهر وفي حاجات تانية. وادي 100 تريننج ترانسفير بوينت. بعدين بقى نخش على الايكون بتاعتنا وجمدان الجمدان بسم الله. مليار ونص كوينز اهوت، يعني مليار و500 مليون كوينز. حلو قوي. ونفس الكلام في نسخ ماسكرانو وفي جواهر، في حاجات جامده جدا. 100 جوهره ماشي. هو في جواهر بس الجواهر قليله اعتقد، مش احسن حاجه، ولكن ماشي. اعتقد الهدايا هنا حلوه زي ما احنا شايفين. لعيب من 98 ل 103، 100 جوهره، 200 جوهره، 100 جوهره تاني، وزي ما احنا شايفين. تعال بقى نخش يعني بص الحدث الرئيسي بتاعنا النهارده. وقبل ما نخش الحدث الرئيسي طبعا بتلعب الثلاث ماتشات اللي عليك يوميا وتاخد عايز اقول لك حاجه. في شرط هنا بتلعبه، وهو ان انت ما يخشش فيك ولا جون. الشرط بتاع الماتش ده ان ما يخشش فيك ولا جون، والشرط بتاع الماتش ده ان انت ما يخشش فيك ولا جون. فانت بتعتمد ان انت تلعب خطه برضو دفاعيه شويه، ان انت تجيب جون واحد ولكن ان ما يخشش فيك ولا جون. اهم حاجه، لان انا كسبت ماتش 4-1 ولكن دخل فيها جون، فانا كده ما كسبتش، لان انا الهدف الرئيسي ان انا ما يخشش فيا ولا جون. وطبعا بتفتح الكروت دي لحد ما توصل هنا وتاخد برضو نسخه ماسكرانو ولعيب من 98 ل 105 وتريننج ترانسفير بوينت. وادي هنا 200 جوهره وهنا 100,000 كوينز. طبعا تعال نجرب حظنا كده بكارت كده عشوائي نشوف الكلام على ايه. نصلي على النبي. ما تنساش تشترك في الفيديو في القناه وتعمل لايك على الفيديو لو لسه ما عملتش، عشان الفيديو الجاي بقى نفتح باك الاكسترا تايم ونفتح حاجات تانية كتير. انا مش عارف ايه دوت، ولكن هي دي مجرد كروت ولا ايه اللي بيحصل؟ ماشي. طبعا لما نفتح الكروت دي كلها هنفهم بقى. او اول كارتين بس بيقولك اديك هديه. إناكي ويليامز عندنا وفان دايك. على فكره اللعيبه دي جامده جدا 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 وغاليه جدا 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 جدا، ولكن احنا ما طلعناش حد. انت لو دخلت شفت اللعيبه سعرها مليار كوينز وحاجات جامده كده. طبعا الناس اللي بتحب برشلونه بتحب لامين يامال طبعا، ولكن هيطلع عينك عشان تعمل دي بقى المقايضات اللي انا بقول لك عليها. لو عايز لامين يامال، لو عايز هالاند، لو عايز فان دايك، لو عايز اليسون، لو عايز كوبل، كل دوت. وفي المقايضات طبعا المقايضات وحشه جدا. عايز اقول لك ان انت هتحط لعيب 104 بتاخد 60 نقطه بس. لعيب 104 بتاخد 60 نقطه بس. يعني انا عشان احط ال بي ال 104 اللي لسه طالع لي هاخد 60 نقطه، واقعد اجمع النقط دي كلها عشان في الاخر مثلا افتح لي لعيب زي ما احنا شايفين 104 اس تي مارتينيز مثلا، او طبعا رودريجو 103، او سي ام 106 زي فلفل. وده يعني انا بعشقه واتمنى ان انا اجيبه. غير كده طبعا بي وسي ودي مقفولين، واعتقد التوتي ايكون ديت لسه مقفوله، ولا مفتوح كام لعيب ايكون؟ مفتوح كام لعيب ايكون وهم طبعا عايز اقول لك ان رونالدينيو اوفر 107 انا حاطط عينيا عليه من الاول. كل لعيبه الايكون جامده جدا، وطبعا المقايضات فيه، بس المقايضات غاليه جدا 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 زي ما احنا شايفين 1000 نقطه. وانت اصلا عشان تحط لعيب 104 ما بتاخدش غير 40 نقطه او غير 60 نقطه زي ما شفنا. طبعا كل بي وسي مقفولين، ولكن اخر بتاع اللي هي بتاعه الايكون مفتوحه وبس. اعتقد بتاع الايكون بس مفتوحه، وكل اسبوع برضو بيتضاف عليها 4 لعيبه. فانت بتعمل المقايضات ديت لو عايز
تاخد لعيبه ايكون زي ما احنا شايفين ب 1000 نقطه بقى وب 300 نقطه اقل لعيب زي ما احنا شايفين السي بي ال 105 وهكذا. طبعا اعتقد ان احنا معانا باكات تانية كتير. معانا باك الاكسترا تايم اللي تعمل لها ريفرش. اعتقد احنا لو قعدنا النهارده نفتح الباكات اللي احنا بنجمع لها مش هنخلص، ولكن معانا باك الاكسترا تايم اللي تعمل لها ريفرش هنا وبنجمع نقط، ولكن هنا بنجمع 40000 نقطه عشان نفتح الباك اللي هي من 102 ل 107. طبعا انا جمعت 13000 نقطه اول يوم، ان شاء الله بعد بكره كل يوم نجمع 13000 نقطه ولا 15000 ونفتحها مع بعض. طبعا تعالى برضو نشوف المقايضات بتاعه الحدث بتاعنا، نفتح مقايضه كده ولا حاجه. طبعا هناخد نسختين ماسكرانو ايضا. تعالى بس نعمل مقايضه هنا مع بعض. 3 لعيبه 98 وعايزين 3 لعيبه 90، يعني اعتقد عايزين 3 لعيبه 90. عايزين 3 لعيبه 90 مش مشكله، نحطهم لعيبه عاليه شويه ونشوف. طبعا اللعيبه 90 غاليه جدا عشان نكون برضو عارفين. ودي 5 لعيبه ونشوف حظنا بقى من 98 ل 107 قبل ما نقفل الفيديو. طبعا احنا بقينا اوفر 108، نروح نعمل شويه تعديلات في الخطه، ولكن تعال نشوف حظنا من اللعيبه. ارجنتيني سي ام باولو ديبالا كالعاده. باولو ديبالا اوفر 100 وديفيد 98. على فكره اللعيب ده جامد جدا لو بتلعب فيه. في ناس بتلعب بيه في الهيد تو هيد بيقعد يجري ويعمل حركات غريبه جدا، سريع جدا، خفيف جدا. تعال نشوف طاقته اوريك. رجليه 5 و5 زي ما قلت لك. بص سريع جدا، 101 سرعه 101 شوت، كل ده وهو اوفر 98 بس. المهاره بتاعته على فكره حلوه مش وحشه، كل حاجه فيه جامده. طبعا ديبالا رجليه 5، رجليه الثانيه 3، ده اللي انا كنت خايف منه وحصل رجليه 3. فده العيب الوحيد اللي بيبقى في كارت باولو ديبالا اللي هم بيعملوه طبعا عشان نكون عارفين. واعتقد تعالى نجرب مقايضه ثانيه مثلا، وهي الليميتد ديت اللي بتبقى مره واحده يوميا. وادي لاعبين 90 لاعبين اوفر 100 مش مشكله. تعال نشوف الكلام على ايه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اتمنى يطلع لنا حد حلو نختم بالفيديو. لعيب الماني ار بي بايرن ميونخ. انا كنت عايز ار بي، يا رب يبقى حلو. كيميتش 102 يعني احنا ممكن نخليه 105 فاهم، ونحط بقى مكان ارنولد اللي كرهنا في عيشتنا، ارنولد ال100 اللي احنا بنلعب بيه بقالنا 3 اشهر اوفر 105 بس. ممكن نعمل ابديت لكيميتش ب3 نسخ ماسكرانو ونحطه في الخطه. طبعا كيميتش جامد جدا اوفر 102، لعيب عالمي بصراحه. طبعا المقايضه دي عامه من احسن المقايضات اللي في اللعبه، فانت ممكن تعملها كل يوم اصلا. طبعا مقايضات الاكسترا تايم زي ما قلنا عليها، والمقايضات على فكره بتاعت الوينتر ويندر لسه موجوده، بتاعت الحدث الرئيسي بتاعنا اللي هو حدث الشتاء ولا اسمه ايه. وطبعا لو باقي معاك نسخ اكسترا تايم من الفيديو اللي فات زي ما احنا شايفين بتفتح بيها لعيبه عادي من 80 لاوفر 92. طبعا هم احنا جمعنا كان في 200 نقطه واقفين في زورنا صرفناهم. طبعا صرفت مليار كوين، صرفت كل الكوينز اللي معايا، صرفت كل الجوال اللي معايا. اعتقد لحد هنا كفايه، احنا وصلنا اوفر 108. الفيديو الجاي بقى هنطور اللعيبه، هنفتح باك الاكسترا تايم، هنعمل مقايضات تانية مع بعض، هنفتح هدايا تانية مع بعض. يعني اعتقد لحد هنا كفايه عشان طولت عليكم. اعتقد ما تنساش تسيب لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش. هسيب لكم لينك التيك توك في اول كومنت كالعاده. طبعا ما تنساش تصلي على النبي وتسيب لايك على الفيديو وتعمل سبسكرايب في القناه. كان معاكم عمر لوكا، استنونا بقى بعد بكره في فيديو باك الاكسترا تايم والمقايضات الجامده جدا تاني وهدايا تانيه كتير، وباكات تانيه كتير بالجواهر برضو. اشوفك على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.